أهلا بكم في استوديو الكرة مع صلاح. مباراة قوية ومثيرة جمعت بين النادي المصري وحرس الحدود في الدوري ال16 من كأس مصر. حسم المصري تأهله إلى ربع نهائي كأس مصر بعدما تخطى حرس الحدود بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين. وتغلب المصري على حرس الحدود ب3 أهداف مقابل هدفين، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما. وبدأ اللقاء بسيطرة من لاعب المصري على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى حرس الحدود. وعلى عكس سيطرة المباراة، تلقى المصري هدفا في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة حولها فالنتين أودو بنجاح داخل شباك عصام ثروت. كثف المصري هجمات في ال10 دقائق الأخيرة من أجل التعادل ولكن لم يستطيع. بينما انطلق الشوط الثاني بمفاجأة من المصري الذي نجح في تسجيل التعادل بعد 36 ثانية عن طريق عبدو يحيى. ولكن نجح إيمانويل ديفيد في استغلال هجمة مرتدة لحرس الحدود في الدقيقة 59 ليسجل تقدم جديد. وتلقى حرس الحدود ضربة في الدقيقة 70 بعدما تلقى إبراهيم طابي بطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوتين. وفي الوقت القاتل نجح فرانكو إيتوغا في الحصول على ركلة جزاء للمصري بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء. ونجح إلياس الجلاسي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين. وأهدر حرس الحدود هدفا قاتلا في الدقيقة 110 بعد تسديدة من محمد ممدوح المنفرد، ولكن نجح عصام ثروت في إبعادها بنجاح. ولكن استغل إيتوغا عرضية في هجمة مرتدة بالدقيقة 114 ليسجل قذيفة داخل شباك حرس الحدود. وحسم المصري بطاقة تأهله إلى ربع النهائي في انتظار الفائز من الأهلي والداخلية بالمباراة المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالي. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.